ان ده مع ده عوده للحياه، وطارق العشري مع محمد الجزار. روعه النهارده نقدر نقول يعني كويس. يعني انا بقول مبروك النادي الاهلي على السوبر، واهم ما في الموضوع ان احنا قصينا شريط المباراه بعد المباراه الرهيبه اللي طردناها، وانا ما كنتش متاكد ان المباراه هتلعب. اللي هو خالد غرابه وكل ان المباراه اقيمت، وان الناس امنت بشكل كويس جدا جدا الفرقتين، والحمد لله ان احنا قصينا شريط المباراه. ومبروك النادي الاهلي، وادي السوبر اتلعب، وان شاء الله تستكمل المسيره بقى. تقول ايه لجماهير الكره المصريه بصفه عامه والالتراس بصفه خاصه؟ اقول للمبروك جماهير النادي الاهلي، ان الاوان انك تفرحوا النهارده، فرقتك كسبانه وجابت سوبر النهارده، المفروض هو محتاج مساندتك، محتاج فرحك، وكفايه احزان اللي فاتت دي كلها، سواء بالاستشهاد ال 74 شهيد بتوع النادي الاهلي في استاد بورسعيد، وفقدان كثير من النجوم زي الكابتن جوهري زي الكابتن سجاجي. كفايه احزان، ونبتدي بقى نفرح شويه، عاوزين نفرح شويه. تغييرات موفقه للكابتن طارق العشري في الشوط الثاني، وحسستنا ان لعبت 10 افراد افضل من 11. والله الحمد لله، احنا النهارده لو هتحسب، لو هنتكلم عن فنيا، الاهلي كان متفوق جاهزيا. الاهلي كان ليه اليد العليا، ويمكن احنا كان لنا ليه تنظيم دفاعي كويس جدا، قافلين كويس جدا، نعتمد على الكونتر اتاك او الهجمات المرتده السريعه. حتى في ان النادي الاهلي الهدف الاولاني ضربه جزاء، طرد مانو مفيش شك اثر بشكل كبير جدا جدا على الولاد، اضطرينا فيها تغييرات تكتيكيه وتنظيم تاني في الملعب، خاصه وانت بدايه موسم محتاج كل اللاعبين. لكن انا بحمد الله وبشكر لعيبتي بشكل كبير جدا جدا على المباراه اللي ادوها. 260 يوم وقف كفيله انها تاثر على انديه القمه بهذا الشكل؟ كفيله انها تقضي عن الكره المصريه، ولو وقفت اكتر من كده هتشوف اوسع من كده كمان. يا الحمد لله على سلامه الدوري. الله يسلمك، شاكر جدا. حقيقه كلام محترم او من طارق العشري. مفيش وكل توارد خالص.